رجعت لكم داي 4 بعد ما خلصنا داي 3 امبارح. انا الحمد لله يعني ان عجبكم بارت 1 من الفيديو اللي نزلته. دعمكم كان حلو الصراحه، شكرا قوي. والنهارده هنكمل باقي ال3 ايام اللي هو داي 4 داي 5 داي 6. بعد كده هنزل ده هيكون بارت 2. تمام. تحدي النهارده مختلف وهيبقى حلو قوي، هيعجبكم باذن الله زي ما عجبكم تحدي الدبلجه. فتحدي النهارده هو ان انا اعرف بلد كامله. هي مش بلد كامله ان انا يعني اعد الناس اللي فيها، لا، ان انا اعرف ثقافتها، تاريخها، تم نشأها امتى، عاداتها وتقاليدها، مميزاتها، كده يعني معلومات عنها، يعني معلومات مفيدة. تمام. فقلت اما اختار شوية دول كده هو متميزة بثقافات وعادات وتقاليد كتيرة، واحطها على السبين ذا ويل والف العجلة واشوف يختارلي عشوائي، ودي هي البلد اللي انا هقرا عنها. تمام. فعملت سبين ذا ويل اهو، والبلد اللي ظهرت لي هي اسبانيا. الصراحه انا كنت عايزه تطلع لي الرومان او اليونان او كده، لان هما بادئين من بدري قوي يعني. الدول دي كانت بادئه من ايام الفراعنه حرفيا. ف كنت عايزه اعرف عنها كتير، بس ماشي يعني. حلوه اسبانيا، يعني هي حلوه اسبانيا الصراحه. انا عندي معظم صحابي بيحبوا الاسبانيين وبيتعاملوا معاهم وبيحبوا اللغه بتاعتهم، فخليني اعرف عنها كده اهو ونشوف سوا. خلينا نستعين بجيميناي او جوجل عموما عشان نعرف التاريخ بتاعها والمعلومات عنها بشكل اوسع. تمام، يلا بينا. خلينا نشوف بدايتها كده. اللغه بتاعتها، اي دوله اكيد متميزه بلغتها، فخلينا نشوف زمن الزمانات بقى، امتى بقى انتشرت اللغه دي او امتى اتعملت او كده. فخلينا نشوف مع بعض. خلينا بقى نتعرف على اللغه الاسبانيه. كتبت اهو في جوجل، يلا بينا. اللغه الاسبانيه هي اللغه الرومانسيه، تعتبر اللغه الرسميه في اسبانيا واكثر من 20 دوله. واو، يعني مش اسبانيا بس هي اللي بتتكلم اللغه الاسبانيه. تمام. وتصنف كثاني اكثر اللغات الام انتشارا في العالم، حيث يتحدث بها اكثر من 500 مليون. اكثر من 500 مليون فعلا، ايه يعني؟ نص مليار حرفيا. تمام، شخص. كما انها لغه معتمده في الامم المتحده والاتحاد الاوروبي. تمام. خلينا نشوف اصلها وتاريخها. تعرف ايضا باسم القشتاليه، وهي تنحدر من اللغة اللاتينية، يعني هي جاية من اللاتينية. تمام، من اللغة اللاتينية، وتطورت في شبه الجزيرة الإيبيرية لتنتشر لاحقا إلى أمريكا اللاتينية ومعظم دول وسط وجنوب أمريكا خلال حقبة الاستكشاف. طيب، انتشارها. دول ناطقة بها احنا قلنا 20 دولة، ومنها المكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، وأسبانيا. تمام. مش عارف ان الأرجنتين بيتكلموا أسبانيا أصلا. المهم، تعد إحدى أهم لغات التواصل الدولي، ولها حضور ضخم وتزايد داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تكتب الأسبانية بالأبجدية اللاتينية مع إضافة بعض العلامات والتشكيلات، وتتميز بقواعد نطق واضحة وقريبة نسبيا لقواعد الإنجليزية، مما يجعل تعلمها خيارا شائعا. واو، حلو والله. كان بيها أكتر من 500 مليون. دي بالنسبة لي صدمة حرفيا. حلو كده، عرفنا الأهمية أو متى تم إنشاء أو جت منين اللغة الأسبانية. تعالوا بقى نشوف تاريخ أسبانيا نفسه. دولة أسبانيا، يلا بينا. يعود تاريخ اسبانيا الى العصور القديمة، حيث تعقبت عليها الحضارات الفينيقية القرطاجية والرومانية، تلاها الحكم الاسلامي اللي هو الاندلس الذي امتد نحو 8 قرون، ثم توحدت البلاد كدولة مسيحية حديثة سنة 1492. تبدأ عصرها الذهبي كإمبراطورية عالمية كبرى.
العصور القديمة قبل 711 ميلاد. استوطن المنطقة شعوب الإيبيريين وكلت قبل أن تسيطر الإمبراطورية الرومانية على شبه الجزيرة الإيبيرية، تاركة إرثا كبيرا في اللغة والقانون. بعد كده العصر الإسلامي جاء من 711 ل 1492. فتح المسلمون الأندلس وشهدت المنطقة نهضة علمية وفلسفية، كل بقى اللي عملوه المسلمين في الوقت ده. تمام. قبل أن تتوسع سيطرتهم تدريجيا أمام الممالك المسيحية. عصر الإمبراطورية القرنين 15 و 16. توحدت الممالك الأسبانية بعد سقوط غرناطة في عام 1492. بدأت أسبانيا في توسيع نفوذها الخارجي وموالاة رحلات الاستكشاف للعالم، وبدأت بقى إنها تكون أسبانيا. تمام. بدأت قوة الإمبراطورية في الانحدار مع نهاية القرن 17، وشهد القرن 19 اضطرابات سياسية وحروبا أهلية، فقدان معظم مستعمراتها في الأمريكتين. بعد كده القرن 20 حرب أهلية. شهدت البلاد أزمة استقرار في القرنين 18 و 17، ثم اندلعت الحرب الأهلية الأسبانية 1936 لحد 1939، 3 سنين، التي أدت إلى ديكتاتورية فرانشيسكو فرانكو، واستمرت حتى منتصف السبعينات. أسبانيا الحديثة. بعد وفاة فرانكو عام 1975 تحولت أسبانيا إلى ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي لتصبح اقتصادا أوروبيا رئيسيا. دي أسبانيا. بدأت خالص بالاحتلالات، أو بدأت على الفينيقيين بقى والناس دي والرومان والناس دي. بعد كده الفتح الإسلامي، بعد كده تطورات بقى في الممالك لحد ما اندلعت حروب أهلية. بعد كده بقت أسبانيا الحديثة اللي احنا شايفينها دلوقتي. تمام. تعالوا بقى نشوف عادات وتقاليد أسبانيا. يلا بينا. تتميز أسبانيا بثقافة اجتماعية نابضة بالحياة تتمحور حول الأسرة، وتشمل عاداتها المميزة تناول وجبات الطعام في أوقات متأخرة والاستمتاع بالتباس، أطباق صغيرة للمشاركة، مؤاخذة قليلة بعد الظهر، بالإضافة إلى احتفالاتها الشعبية الفريدة التي تعكس تراثها. القيلولة بعد الظهر دي اسمها السي 6 اللي هي القيلولة، تقليد أسباني شهير يتمثل في إحساس قسط من الراحة خلال الفترة ما بعد الظهر، حيث تغلق العديد من المتاجر والشركات أبوابها لعدة ساعات، على الرغم من أنها بدأت تتلاشى تدريجيا في المدن الكبرى. تمام. وجبات الطعام المتأخرة. يتناول الأسبانيون وجبة الغداء عادة بين الساعة 2 ظهرا و4 عصرا، زي ما احنا بنعمل، بينما يبدأ العشاء وقته غالبا بعد الساعة 9. التاباس ثقافة اجتماعية بامتياز تعتمد على مشاركة أطباق صغيرة من المقبلات والمأكولات المتنوعة مع الأصدقاء والعائلة في أجواء احتفالية. طبعا نشوف العادات والاحتفالات الشعبية. تشتهر أسبانيا العديد من المهرجانات، منها توماتينا، معركة الطماطم الشهيرة التي تقام سنويا في بلدة بونيول. تمام. مهرجان سان فيرمان مهرجان الركض أمام الثيران في شوارع مدينة بامبلونا، اللي هي نصيب الوطني لعيد الميلاد، تقليد سنوي ينتظره الأسبان بشغف في 22 ديسمبر، حيث يتم توزيع جوائز مالية ضخمة على مستوى الدولة. اللباس التقليدي والزواج. اللباس التقليدي يعرف غطاء الرأس المخرم أو الحريري للنساء باسم مانتيلا، والذي غالبا ما يتم تثبيته بمشط مزخرف يعرف ب بانيتا. يا رب يطلع صح يعني. الزواج. لا يزال كثيرون متمسكين بالعادات التقليدية، مثل تبادل العريس والعروس ل 13 قطعة من العملات الذهبية أراس، التي ترمز إلى الازدهار المستقبلي. بعد كده بقى ندخل على المعالم السياحية والتاريخية أو الآثار اللي عندهم والمتميزين بيها هناك. طيب، المعالم السياحية والتاريخية. تتميز أسبانيا بهندسة معمارية تجمع بين الحضارة الإسلامية والمسيحية، لأن احنا قلنا في فتح إسلامي، بعد كده جم المسيحيين
عملوا دولتهم. تمام. فمن ابرز معالمها درة العمارة الاسلامية في مدينة غرناطة اللي هي قصر الحمراء. تمام. التحفة المعمارية الشهيرة للمهندس جاودي في برشلونة ساجرادا فاميليا، كنيسة ساجرادا فاميليا. أكبر القصور الملكية في أوروبا رويال بالاس أوف مدريد، القصر الملكي في مدريد. تمام. برضو في فن والثقافة، أنجبت أسبانيا أشهر الفنانين في العالم مثل الرسام بابلو بيكاسو معروف، و سليفادور دالي، وأنتوني جاودي برضو اللي هو بتاع القصر الأحمر ده أو القصر الحمراء. تمام. حلو والله، يعني الحاجات حلوة. يعني أنا نفسي ممكن أزور أسبانيا في يوم من الأيام. يعني حاسة بلد مفعمة كده بالحياة والحيوية كده، وفيها نشاط كده، والناس حاساهم اكتف قوي هناك. تمام. عشان الحفلات اللي بيعملوها وكده. فلامنكو أحد أهم الفنون الإدائية والتراثية الحية في العالم، والذي نشأ في مناطق الأندلس، يدمج بين الغناء العاطفي، العزف على الجيتار الأسباني، والرقص التعبيري المليء بالشغف. فنون طاي برضو قلنا التباس اللي هو بيتبادلوا فيه الأطباق الصغيرة، وهي عدم مطبخ أسباني فنان بحد ذاته وتراث عالمي يشتهر بتقديم أطباق مثل بايلا اللي ما بتتنطقش، غريبة دي، بايا. تمام. بس كده اسبانيا خلصت. رغم ان يعني اسبانيا تقريبا اهو يعتبر ما فيهاش فيها حاجات كتير، بس انا اتحمست لها. يعني انا اتحمست ان انا اشوف اللي فيها والف والشواطئ اللي بيقولوا عليها لا اتحمست الصراحة. يعني ممكن في يوم من الايام ان انا افكر ان انا ازور اسبانيا فعلا كرحلة استكشافية، او اشوف الحاجات هناك والمناظر الطبيعية وكده. وده كده خلصنا day 4 من التحدي بتاع 30 day challenge. بإذن الله تشوفوا التحدي الجديد بكرة day 5. باي. رجعت لكم day 5 بعد ما خلصنا day 4 امبارح، اللي هو كان ان انا اقرا عن ثقافة بلد معينة واللي هي كانت اسبانيا. تعالوا بقى نخش في التحدي الجديد بتاع day 5 النهاردة، واللي هو ان انا اسمع بودكاست مفيد، او ان انا اسمع بودكاست عموما. انا عمري ما جه في بالي ان انا اسمع بودكاست. انا يعني بشوف ناس كتير بتنصح ان احنا نسمع بودكاست يعني على تيك توك وكده والمنصات، فقلت اما اجرب. يعني ليه ما جربش الموضوع، اشوف البودكاست ده بيتكلم عن ايه، او ايه الحاجات الانواع التوبكس اللي بيتكلموا عنها فيه. فتعالوا بقى النهارده نشوف كده. كتبت في السيرش بودكاست بس، او بودكاست بس، كلمة بودكاست انا معرفش. طلع لي كذا حاجة. بعد كده لقيت عنوان جذبني كده، اللي هو كيف تصبح افضل نسخة من نفسك. هو 54 دقيقة وطويل شوية، ساعة كده، فممكن الخصه لكم. يعني هسمعه كله واشوف الاستفادة منه، لو فادني فعلا، لو هيغيرني بعد كده. حاساه هيبقى حلو. يعني حاساه هيبقى حلو. يلا استنوني بعد ما اكون خلصت. يعني ممكن على نص الفيديو كده ابدا افهم شويه يعني ايه حوار البودكاست، وان هم بيتكلموا عن ايه، وان هم بيتكلموا عن ايه وكده. وبعد كده ملخص خالص استفاده من البودكاست. لسه مخلصه البودكاست حالا، حرفيا كل كلمه فيه فادتني. يعني حاجات انا ما كنتش عارفها عن نفسي، وازاي كنت اطور نفسي، وكميه اسرار رهيبه. حرفيا كميه اسرار وكلمات ليها معاني رهيبه قدرت افهمها الحمد لله. وممكن لولا القعده دي والساعه اللي انا سمعتها دي، والتحدي اصلا اللي انا عاملاه، ما كنتش اعرف الحاجات دي. ممكن اكون كبرت وانا مش فاهمه نفسي، او مش فاهمه اخد خطوات ناجحه ازاي. لا انا بجد مبهوره. انا حرفيا الحمد لله بجد ان انا حطيت تحدي زي ده. من غير البودكاست ده والله العظيم ما كنتش عارفه نفسي خالص. بس ده يعني اول يوم، يعني ممكن ما لاحظش تغيير من دلوقتي، بس ممكن بعد كده ان انا افتكر الكلام اللي هو قاله، او حتى اسجل مثلا في نوت الكلام اللي هو قاله واشتغل عليه. بس انا لسه فاكره شويه حاجات دلوقتي. بس لا حرفيا
تحفة. الكلام اللي فيه ليه معاني كتير قوي و... وحاساه هيفيدني قوي لو مشيت عليه. فده كان نهاية الفيديو بتاع اليوم الخامس. انا مبهوره من البودكاست الصراحه، وفكره البودكاست اصلا حلوه، يعني انا اقعد اسمع حوار ما بين شخصين، ده يسال وده يجاوب اجابات مختلفه ومتنوعه، وفي حاجات انا معرفهاش فاعرفها، وعلى حسب طبعا انواع الكلام اللي هما بيتكلموا فيه. لا، موضوع البودكاست تحفه قوي حرفيا، يعني اي حد ما جربش يسمع بودكاست لحد دلوقتي يجرب. ممكن يكتشف نفسه، ممكن يكتشف الحاجات اللي مدفونة جواه وما يعرفهاش، تخرج الكلمات اللي جواه، تفهمه، يتعمق اكتر في البودكاست فيقدر يفهم كل حاجة ماشية ازاي. لا الصراحة البودكاست حلو قوي، انا عجبني حوار البودكاست ده ومفيد قوي الصراحة، انا فادني. ف بس ده كان نهاية اليوم الخامس، اشوفكم في اليوم السادس بإذن الله بكرة. رجعت لكم داي 6 بعد ما خلصنا داي 5 امبارح. تحدي داي 6 هو ان انا اقعد 3 ساعات من غير سوشيال ميديا. السوشيال ميديا جزء مني، يعني هو حرفيا جزء التواصل بتاعي، يعني انا من غيره عامل ايه. فهو بقى احنا هنعمل ايه في اللي من غيره ده؟ تمام. ف التحدي هيبقى صعب حبتين، لان انا ما بقدرش اتعود ان انا اقعد من غير نت، يعني اعمل ايه؟ تمام. ف تايمر. تمام، 3 ساعات اهو. اول ما ادوس كده على طول هيبدا التايمر. فقلت يعني نحيا ذكرى بتاعت الفلوج او الفيديو اللي انا عملته، اللي هو ساعة كاملة اقوم فيها تعفن الدماغ. فخلينا منهم نعمل ساعة نقوم فيها تعفن الدماغ، ساعة كاملة كده ما بعملش فيها حاجة. الساعتين الباقيين ممكن مثلا اعمل فيهم اي اكتيفيتيز، اقوم ارسم او مكتب شوية، اعمل اي اكتيفيتي في البيت. تمام، هنشوف مع بعض. انا لسه معرفش حاجة، مش مخططة لحاجة ولا عملت اي حاجة، بس اول ساعة هنخليها زي الفلوج اللي انا عملته بتاع مقاومة تعفن الدماغ. يلا بينا نبدأ. بالظبط اهي، عاوزة بس اسندها، هلاقي مكان اسند عليه وبعد كده ارجع لك.
أول ساعة نسيت، أول ساعة نسيت. مش مصدقة والله العظيم. خلصنا من أول ساعة بتاعت تحدي عفن الدماغ. يلا نكمل بقية الساعتين. شوف هنعمل فيهم ايه عشان معرفش هنعمل فيهم ايه.